بتقول اسمك؟ لا. اتفضل. معلش انا اسف. مكالمة مذاعة على الهواء، موافق بالإذاعة؟ موافق حضرتك. أهلا بيك، اتفضلي، أنا سامعك. بص حضرتك، صلى على النبي. عليه الصلاة والسلام. انا حبيت واحده وكانت اجمل حاجه ليا في الدنيا. تمام. وكنت يعني بتمنى لها الرضا، ترضى هي واهلها. ماشي. ما كنتش مستني اليوم اللي اتحط فيه دلوقتي وابقى واقف فيه على رجلي كده وهي بعيده عني. تمام. كنت معاهم معنى كنت معاهم ليهم الاب والاخ والصاحب والحبيب، كنت معاهم في كل وقت، هي واختها الكبيره. انت كنت بمعنى ما اتجوزتها كنت بمعنى يعني؟ لا. امال ايه؟ كان في بيها علاقة ارتباط كده من بره. تمام. كنت ساندهم كده من بعيد لبعيد. وهم قبل موافقين ما قبل كده ما اتجوزها. بالارتباط؟ اهلها ما عندهمش مشكلة يعني؟ مامتها عرفت اه. وبيتهم عرف ان في يوسف موجود، ان في فلان موجود في حياتها. اه. اه. تمام. ان في فلان عارف موجود في حياتها. فهو كان هي اختها الكبيره كانت واخده قروض ياما من كل حته. اه. تمام. فكانت البت ديت اللي انا بحبها ديت كانت هي الضامن لاختها. اه. اه. فاصبح التوتال دخل في 100,000 جنيه. في مشاكل كتير وخايفين من الحبس وخايفين من كل حاجة. بس يشهد ربنا عليا. أنا كنت خلاص ناويها وهعملها، إن أنا هطلع أتصرف وأعمل أي حاجة أجيب لها فلوس تسد كل حاجة. أنا مش هستحمل عليها حاجة وحشة. عشان تنقذ حبيبتك من الحبس. عشان أنقذها من كل حاجة. امم. مش هستحمل عليها أي حاجة وحشة وانت تحصل كنت لها. هتتصرف منين؟ انت شغال ايه يعني؟ أنا شغال موظف في شركة. تمام. تمام. وبس كنت واخد حاجة من البنك، أنا قرض ليا من البنك كده كنت ماشي بيه حالي، بس كنت هتصرف أنا من شركة تانية في القاهرة. كانت بتطلع قروض وكده، كنت هسحبهم بضمان أي حاجة، بضمان بيتي، بضمان شقتي، بضمان أي حاجة من اللي هيحصل لها في أي وقت. وبعدين؟ وكنت متفق على كده وتمام، ومرة واحدة كل حاجة اختفت، البت اختفت. طب ايه المشاكل؟ إيه اللي حصل؟ لا، البت اختفت مرة واحدة. انا فقت في اللي انا فيه. مش عارف اللي بيحصل لي ده كويس ولا لا. انا خدت قلم على وشي، الدنيا علمتني. قلت لها يا بنتي، طب انت اللي حصل لك ايه؟ هو انت لسه ما بتحبنيش؟ وانت خلاص ما تحبنيش ليه؟ ايه اللي حصل؟ قالت لي لا. فجيت مكلم مامتها، قلت لها يا ماما الدنيا، قلت له واحد اتنين تلاته. قالت لي بص عشان اقول لك كلمتين، انت شكلك انت ما تنفعش بنتي. قلت لها ما ينفعهاش ليه؟ بعد سنه ولا سنه ونص. تمام. مع حب مع بعضينا. تمام. وخلاص انا نويت ان هي لله، وعرفت اهلي بيها اهلي عرفوها. تمام. وخلاص مع بعضينا في كل حاجه. وامي وافقت عليها وكلنا وافق عليها في البيت، وخلاص كنت على العيد اللي جاي ده كنت راح اتقدم لها واخطبها. امم. تمام. ايه اللي حصل؟ قالت لي انت ما تنفعهاش، بنت عندها ديون وانت تعرف عنها كل حاجه. تمام. وتعرف كل حاجه عنها، فاحنا خايفين نتعايرها بعد كده. قلت لها يا ماما ده احنا ناس صعايده بنفهم في الاصول. عمرنا ما نعمل حاجه شبه كده في بنات الناس، احنا متربيين وعارفين يعني ايه كده كويس. قالت لي لا، هو اللي فيه الخير يقدمه ربنا. وباباه اللي فيه موجود؟ باباها موجود. باباها اه. باباها اول ما عرف بيا رافض كل حاجه. رفضني من قبل ما يشوفني. واخوها رفضني قبل ما يشوفني. طيب وبعدين، انت عندك كام سنة؟ طب انا عندي 26 سنه. امم. تمام. انت رفضتني ليه يا عمي؟ عايز اعرف بس، انت ما حدش عايز يواجهني، حد يقعد معايا ليه؟ انت رفضتني ليه؟ لا، انت جيت لي بناتي قعدت وسطيهم، ما حسستهمش ان في نقص، كنت لهم اب واخ وحبيب وصاحب. كنت كل حاجه بتجيبهم لها. وهم نسيونا ومش نتهم. هم ما نسيوش، انتوا اللي قاسيين عليهم، فمعاملتك ليهم هم يعني هو اختار الاب يعني. الاب را- والام منفصلين؟ لا، الاب والام مع بعض.
الاب اه والام مع بعض في كل حاجه، عايشين مع بعض. تمام. يعني ايه، بس يعني انت انا كنت بتروح بناتي لهم البيت كان بيبقى الاب فين؟ ما كنتش بروح لهم البيت. احنا دخلنا شركه مع بعض في شغل. اه. تمام. فتحنا محل شغل كده مع بعضينا. امم. كنا بنبيع كنا ب... كنا بنبيع خضار وكده وماشيين حالنا، واي حاجه بتيجي ايه بنمشي حالنا مع بعضينا. تمام. فكانت المصلحه بتعجز، كنت انا بطلع من جيبي ومشي الدنيا، لا اللي في جيبي بقى خدي 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 برضك عشان الدنيا تمشي بينا وبين بعضينا ونبقوا ايه حلوين مع بعض. تمام. جت الايام اللي فاتت كل حاجه اتقلبت، كل حاجه اتقلبت راسا على عقب. البنت اختفت من حياتي مره واحده. طب في ايه؟ لا انا مش عارفه. لقيت مامتها كلمتني، بص هو اللي في الخير يقدمه ربنا. طب يا ماما، قلت لها انا اخلي مامتي تكلمك مفتوح. تمام، اخلي مامتي تكلمك. تمام، ونظبط ميعاد معاك ونيجي نتكلم ونتفق وتعرفوني انا مين وابن مين ودنيتي ماشيه ازاي. امم. تمام. اتفقنا على كده. طب خلاص، اللي فيه الخير يقدمه ربنا، اللي فيه الخير يقدمه ربنا. فوجئت تاني يوم رمضان ان اتقرا فتحتها. تمام. تاني يوم رمضان اللي احنا فيه ده؟ تاني يوم رمضان اللي احنا فيه ده اه. اتقرا فتحتها. اتقرا فتحتها. اتقرا فتحتها. تمام. وخطبتها بعد العيد. خطبتها ربع يوم العيد. طب وانت بتعيط قوي كده ليه؟ عشان انا بحبها وما حبيتش حد في الدنيا كلها قدها والله. يعني انت مش شايف ان حاضر. هما لما لقوا حد احسن منك ولسه ما فهمتش الحكايه دي؟ لما لقوا مش حد قادر احسن مش منك قادر. ومعاه فلوس عنك فقالوا لك يلا مع السلامه ما تلزمناش؟ صدقوا وتؤمنوا بالله يا استاذ لا مرام، اله الا الله. وحياة لا إله إلا الله أنا عندي استعداد دلوقتي حالا أضرب الأرض تطلع ملايين. عايز حاجة تاني؟ بس ترجع لي، لو ساعة ترجع لي بس. يعني ايه تضرب أضرب الأرض. الارض؟ يعني انت ممكن تسرق عشانها يعني؟ لا ما أسرقش، امال عمري ايه؟ ما بدي الحرام. امال ايه؟ أعرف أجيب فلوس، أعرف أبيع تجيب بيت اللي في فلوس البلد ليه عشان وليه خاطر عيب. وتبيع ليه؟ هو انت المفروض تسدد لها القروض اللي مش هي اللي خدتها، كمان ده اختها اللي بتاخدها؟ اللي بيحب حد بيبقى معمي في كل حاجة. مرات الحب ما لا كانتش عمي، مفيش حاجه إحنا اسمها ابنهم كده. نشرب كده. مفيش حاجه اسمها اللي بيحب حد بيبقى معمي. ربنا اداك النظر والبصر والبصيره عشان ما تعماش. انت مش شايف ان هم ناس استغلاليين وكانوا عايزينك عشان ان انت تحل لهم مشكله القروض، ولما لقوا حد تاني ضحكوا عليه؟ عرفت طب منين انها جيت. اتخطبت؟ بصي، هو اللي بيحب حد ما يطولش ما يشغلش باله الانتظار. فانا انتظرت كتير وعرفت اتقصت انهم عزلوا من مكانهم وراحوا مكان تاني. اه. تمام. عزلوا من مكانهم وراحوا مكان وتلاقيهم تاني. مش اول وصلت. مره يعزلوا، يمكن يعزلوا كتير قبل كده. تمام. عزلوا من مكانهم. وصلت اتقصت ووصلت، عرفت لحد باب البيت فين كمان. عرفت البيت فين وعرفت الدنيا ماشيه ازاي. طب يعني انت عارف بيتها فوجئت الجديد تاني. كمان؟ عرفت بيتها الجديد. عرفت بيت جدها. انا بقول لك والله 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 مين حاسبنا على ربنا والايام المفترجه اللي احنا فيها دي. انا اعمل اي حاجه عشان خاطر عينيها بس وخلاص. ما فيش داعي يعني للكلام. ايه تعمل انا اي انا حاجة عشان انا خاطر عينيها؟ ليه تعمل اي حاجة؟ هو انت ليه مذلل نفسك قوي كده يا ابن الناس؟ ليه يا حبيبي؟ ليه انت صغير والله والدنيا قدامك وشاب زي الفل؟ ليه؟ اللي فيها دي. انا من عيله ودنيا وناس بس. هقول لك انت. طيب يبقى ليه حاكم على نفسك بالذل؟ ما اللي شاريك اشتريه. يعني ده من حبنا حبناه وصار متاعنا متاعه، من كرهنا كرهناه يحرم علينا اجتماعه. ليه يا حبيبي؟ هي خلاص لقت طريق تاني، او شافت حد تاني، او شافت حد اصلح منك، او شافت حد معاه فلوس عنك. ما خلاص يا ربنا يسهل ليه لها. طب
ليه تكسر قلبي؟ ما شافتش مني غير الخير، والله ما شافت مني غير الخير. ليه والخير اللي تكسر انت قلبي؟ عملته ليه ده تسيبني مش وتمشي؟ لازم يترد لك من واحدة ولا يترد لك من ربنا. تردني من هو ربنا الخير بقى، انا اللي انت عندي ربنا. عملته ده هيروح؟ لا، مفيش حاجة بتروح. الخير اللي انت عملته هيقعد لك ويرزقك عايز ربنا اقول لك بإنسانة كويسة. عايز اقول لك انا قلبي وجعني قوي والله العظيم. ألف سلامة عليك. بس أنا مش عايزاك تبقى ضعيف كده، مش عايزاك مش تبقى قادر، ضعيف كده. مش عارف. انا بصلي النهارده، صليت العشاء بس وطلعت عشان عارفه اتواصل مع حضرتك. انا بصلي ومش عارف ادعي عليه ولا حسب الله ونعم الوكيل على كسرة قلبي وقطمة ضهري، ولا اقول لها ربنا يوفقك ويصلح لك يعني الحال. انت رمضان الأيام الحلوة اللي احنا فيها دي مش قادر تعيشها بسبب النكد والغلب والعياط، وهي مش عايشة عارف حياتها يا ابني. يعني هي عايشة حياتها والله وزمانها والله بتحضر لخطوبتها وعمالة تنزل وتجيب هدوم وتجيب فساتين وتجيب وانت قاعد تعيط. والله ما عدى يوم عليا النهارده 13 رمضان، ما عدى يوم عليا الا ودمعتي ما لمنتش على المخده اللي انا بنام فيها. ما عدى يوم عليا. وطبعا كل اللي حواليك في البيت ملاحظين. لا، امي غصب عنها تقول لي بص انا مش عارفه اقول لك ايه، بس هي لو بتحبك هتستناك. بس تصدقني انا زعلانه عليها ان انا حبيتها البني ادمه دي وحبيت وجودها معانا وشايفينها تصلح انها تبقى زوجه ليك في البيت. شايفينها بنت ناس. يبقى ربنا اختار لك الأصلح. ارضى بقضاء ربنا. ايه اللي جرى نعم للرجالة؟ بالله. ايه انت راجل ولا لا؟ لا انا ما راجل. انا ما بستهترش بمشاعرك ولا بقول ان انت لازم تبقى حجر، بس بقول ان البكا وفروا الحاجة تستحق. ده مش ضعف. تعيط على واحدة. البكا ده انا مش ضعيف عشان ابكي، بس غصب عني حصرت قلبي وحصرة وكسرتها. قلبك ليه؟ بعد دول عيلة مش كويسة. كنت عايز تدخل في وسط عيلة بياخدوا قروض وعمالين وعليهم ديون وبيتنقلوا من البيت لبيت؟ ده ممكن مصيرها في يوم من الأيام تبقى السجن. ايه الحلو في العيلة دي يعني؟ عارفه، خدت عهد على نفسي حضرتك، قلت لربنا أراد ما بقتش من نصيبي تمام برضك هجازف واحاول اسد لها ديونها برضك على وليه على تسدد لها على على ديونها؟ قد ما ليه فيش. ليه؟ ما انت مش شاب عارف. وانت أولى بالفلوس دي. ليه عايز مش تعمل عارف. بطل في قصة مش بتاعتك؟ ليه البطولة المزيفة دي؟ ما تعملوا أبطال في حاجة تستحق. ما تعمل بطل في حياتك، في شغلك، ما في نجاحك، في كارير جديد تدخل فيه، عايز اقول لك في مستقبلك. والله حضرتك، انا بني ادم ناجح جدا في الشغل في الشركه اللي انا فيها. انا بني ادم ناجح جدا ومترقي فيها من اول سنه ليا شغل طب فيها. الحمد لله، تمام. الحمد لله. والحمد لله رب العالمين يعني، وشغال تجارة بالليل في الموبايلات، وربنا طب كرمني من يا واسع حبيبي، يعني ما انت الحمد ناجح لله. اهو، افتح يلا، شد حيلك واكبر اكتر وعرفها ان انت مفيش زيك. خليها تندم على اليوم اللي فكرت فيه تسيبك. هو ده النجاح الحقيقي، مش انك تقعد تعيط عليها. ما تستحقش دموعك. وفر دموعك للغاليين. خلي دموعك تنزل كده بعد الشر، بعد فراق والدتك، بعد فراق عزيز عليك ربنا يديها العمر. خلي الدموع للغاليين. لكن اللي باعنا ما يستاهلش دموعنا. اللي باعنا واختار طريق غير طريقنا يبقى هو احسن اللي اختار كده، ويبقى ربنا كرمنا باختياره. ربنا ونعم كرمنا بالله. ببعده عننا. لو كانت قربت ونعم منك كان بالله. هيحصل لك مشاكل كتير. ونعم بالله. ارضى وانت جدع وراجل. افتكر الصحابة الأجلاء اللي كانوا بيتعبوا وبيضحوا بحياتهم عشان الدين ده يوصل لنا. هو دي التضحيات اللي تستحق. مش بتعيط لي على واحدة راحت اتخطبت لراجل غيرك. قوم وفوق كده، قرب لربنا عارفة وقول له يا آخر رب خد بإيدي. عارفة حضرتك آخرة الكلام إيه؟
فبسأل فبقول لهم أحسن مني في إيه اللي جت أقدم لها ده؟ قالت لي هو على الأقل مش عارف عننا حاجة. قلت لها بعد يوم، بعد اتنين، بعد 10، وهيعرف بعد سنة مش هيعرف عنا حاجة؟ هما مش بيستخبوا. هيعرف. بيستخبوا من ايه وبيهربوا وبيعزلوا من ايه؟ ما كل حاجة هتتعرف. ولو معرفش النهاردة لما هيعرف بكرة، وبعد كده هيرجع يطلقها. وده كلام هيبقى فعلا ذنبي. اللي بيقوله لك ده كلام بيضحكوا بيه عليك. هما ما يفرقش معاهم ولا مين يعرف ولا مين ما يعرفش. هما اللي يفرق معاهم المادة. هما ممكن يكون ده معاه فلوس اكتر منك. فلو سمحت، لو سمحت، فوق لنفسك، فوق وقضي ايام رمضان الكريمه اللي احنا فيها دي بالخير، وصلي واتبسط وصوم وافرح واخرج مع اصحابك واعمل كل اللي نفسك فيه وانجح أنا والله اكتر. كنت والله كنت محتاج مكالمتك دي. أنا انا كنت عايزاك محتاج تنجح مكالمتك. اكتر. بس عايزاك تثبت لها ان انت مفيش حد زيك. عايزاك تثبت لها ان انت خساره كبيره هي خسرتها. مش تقعد تعيط لي عليها. هي ما إن تستاهلش شاء الله، دموعك. إن شاء الله بوعد حضرتك في الأيام المفترجة دي أول خطوة انا نجاح عارفه ان ليا انت في افتتاح راجل. مكاني أبعت لك دعوة إن شاء الله تيجي تشرفيني. يعني بس شرفني. انا عارفه انك راجل. والله بس وعشان انت راجل هتعرف ايه اللي يستاهل دموعك. الدموع ما تنزلش على اي حد. حسبي الله ونعم الوكيل. بس وكفى. حسبي الله ونعم قرب الوكيل. لربك. بس اقوى بالله. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. اكبر وانجح في مجالك. اكبر وانجح في مجالك. هقولها لك 100 مرة. اكبر اكتر. حقق نجاحات. هو ده اللي يستحق فعلا انك تركز فيه. غير كده مفيش حاجة تستحق دموعك ابدا. والكلام على فكرة مش ليك لوحدك. الكلام لأي راجل مكانك. وانا بقول كلمة راجل وبحط تحتها 1000 خط. عشان في الراجل رجالة كتير، في رجالة الراجل كتير في ما أصعب ينفعش المواقف. واحدة تتكسر. أنا ما بقولش إن الدموع دي دليل على صدقك. لكن مش اللي بيعيط شوية وبيعيط مع نفسه بس. لكن ما يقعدش ما حدش فيكم يتكسر لوحدة، ولا بنت تتكسر لواحد. ربنا عزنا بنكسر ليه ونذل نفسنا؟ بنات أو شباب. ليه؟ الحب ما بيموتش. محدش بيموت من الحب. محدش بيموت من ان هو واحدة سابته، ولو واحدة بتموت عشان واحد سابها. احنا بنموت لما بنبعد عن ربنا. بنتوه لما بنبعد عن فعلا. ربنا. بنموت من الجوع لو ما بقيناش عارفين نجيب قوت يومنا عشان ناكل ونشرب ونعيش ناس محترمة. بنموت لما ننزل. هي دي الحاجات اللي تموت. لكن محدش بيموت من الحب. فوق واكبر واللي جاي اللهم هيبقى أبو احسن. الحب اللي يهز شنب راجل. ربنا يعوض عليك خير. قول يا رب يا رب، عوضني خير. يا رب، وربنا يا المبدي رب. المعيد وقادر يعيد عليك الخير كله ويرزقك بأحسن من انت عايز بإذن الله. يا رب، بإنسانة يا رب. صالحة بإذن الله. اتقي الله في تصرفاتك وركز في شغلك. وانسى الماضي كله بالعياط بالزعل بالوجع. انسى وما تتابعش أخبارها وما تروحش تدور عليها هي فين. اسمعني عملت عشان بلوكات انت لكل حاجة. تمام. حاول. بس حلو قوي. هتدوس على كل حاجة حلوة كانت بيني وبينها. بس مفيش حاجة حلوة. الحلو اللي جاي. اللي بينك وبينها ما كانش حلو. اللي انتهى مش حلو يبقى اللي كان أساسه مش حلو. اللي القصة اللي تنتهي بالشكل ده يبقى هي أساسها ما كانش حلو. كنا احنا اللي بنضحك على نفسنا وعايزين نعيش انه حلو. ادعي ربنا يعوضك. وربنا قادر يخلف عليك بإذن الله تعالى. أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها لما مات أبو سلمة كانت بتقول مين بعده اللي ممكن يحل محل أبو سلمة؟ ومن كأبي سلمة؟ ومن كأبي سلمة؟ فيعوضها ربنا بخير خلق الله وأشرف خلق الله الرسول صلى الله عليه وسلم. وتتزوج أم سلمة من الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أنها كانت أكبر منه في السن
بحبة كبير، بفترة كبيرة وزمن كبير، وكانت كبيرة في السن، وكان عندها أطفال يتامى بتربيهم، ورغم ذلك ربنا عوضها وتزوجت من النبي صلى الله عليه وسلم. تهيألي مفيش أعظم من كده. لما ربنا بيعوض بيعوض، ولما ربنا بينزل لك نظرة رحمة عوضه، انت مش هتكون قده، هيعوضك وهيفرحك وهيديك اللي شبهك، اللي على مقاسك، اللي تستحملك في كل أوضاعك، اللي تحبك بجد لوجه الله، مش عشان انت هتسدد لها قروض ولا هتديها قرشين او هتجيب لها موبايل جديد. اللي بيحبك بجد هيحبك وهيشيلك جوه عينيه. لكن اللي قعدت سابتك ودورت على مصلحتها، يبقى ربنا يسعدها وهيسعدك انت كمان ان شاء الله. الرجاله دموعها غاليه قوي، انا ما بقللش من حد، دموع الراجل مش دليل على ضعفه ابدا، لكن انا بقول ان الرجاله بالذات وقهر الرجال صعب، والراجل دموعه يعني بتدل قد ايه على قهره ووجعه، الراجل بالذات. عشان كده المفروض دموعه ما تنزلش الا للغالي قوي، للعزيز قوي، لو فقد شيء يستحق فعلا البكاء، لو فقد شيء يستحق فعلا العياط. غير كده لا، غير كده لا. فربنا يصلح لك الحال ويعوضك خير، ويعوض كل بناتنا وشبابنا بالخير يا رب. وبإذن الله اللي جاي دايما يكون في حياتكم أحسن، وأيام مفترجة بنعيشها. ربنا يا رب يتقبل منا صالح الأعمال.